السلام عليكم الزينات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا مليح وتكونوا غايه. مرحبا بكم خواتاتي وحباباتي في قناتي قناه سميه. اليوم حباباتي جبت لكم وصفه الركاك. كما راكم عارفين البارح العواشير الراعي الرسمي تاع الناس الغرب هو الركاك، فدرته للعائله تاعي وبغيت نشارككم الطريقه كيفاه. من اليوم حبيبتي باش من هذه الوصفه ما غاديش تزيدي تشري الركاك من برا. نقولكم قبل ما نبداو بالوصفه نصلوا ونسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ننساوش ابدا الترك على الجيم واشتراك في القناه اذا كنتي مشتركه جديده. وروحوا للمقادير. فالمقادير نحتاجو 3 كيلات مشي معمرين مليح تاع السميد. انا هنايا درت موله ساشيه ديك كرتونه الزرقاء، موله متوسط، هو يجي قريب للرطب ما يكونش قريب للحرش، ما ديريش متوسط لي قريب من الحرش. كيف فهمتيني؟ ودرت كيله تاع فرينه معاهم، ودرت الملح كما راكم عارفين. الملح هو كما نقولوا عينك هي ميزانك، وتاني حسب الرغبه. خلطت النواشف في رحبه ومن بعد زدت عليهم الماء وبديت نخلط. هنايا ما كاني بريستيج ني حاجه جديده ني ديري فيه ساشيه ولا ديري فيه ميكسر. هنا جيبي لي حبيبتي يديك شمري عليهم كما تقول لك ماني. ايوه وبداي تدلكي اليوم. بغيت نحيي الذكرى تاع الدليك تاع بكري. ندلكو هكا حاجه مليحه، تدلكي حاجه خط على خط تفكري ايام زمان. ايوه تدلكي وهي ما كاش كيما دلك حبيبتي، تدلكي بيدك منها تستبنيها جهد وتعب وبدنا. كما راكم تشوفوا الاولى شمختها خطره الاولى، ادلكتيه شويه والدليك يكون بالكف مشي بالاصابع. ومن بعد درته يريح لي هنا 15 دقيقه، ومن بعد عاودت وليت له صرته اشرب ويبس. عاود زدت له الماء ودلكته تاني واحد 7 دقائق ولا 10 دقائق وانا ندلك حتى بدا يدير في الفرقعات يطردك. من بعد غطيته بصاشي وخليته هنايا ساعه، تقدري تديري من نص ساعه حتى لساعه. لازم ينزل باش هكا يريح ويخليك ويعطيك نتيجه شابه ما يغبنكش. هنا شوفي كيفاه يجي هكا شفاف ما شاء الله عليه. ومن بعد هنايا كيما قلت لكم جبت البلا وبديت ندهن فيه الزيت بيديا وفي البلا. ومن بعد بيس داك الركاك كيما راكم تشوفوا بيسته. ومن بعد درت له الزيت هكا من الفوق، وبعد غطيته بالساشي كما راكم تشوفوا هكا باش ما ياخذليش داك الوجه اليابس. ومن بعد انا نقولوا رقاق نقولوا مسمن، انا هنا درته مقيل درت حبات مسمن لوليداتي ومولا داري، درت لهم المسمن باش يتقهواو مع الحشيه عفوا. وخليته تاني هو تاني يرتاح مع الرقاق. ومن بعد ما فاتت لي ساعه هنا ملي ارتاح لي الرقاق خليته يرتاح ساعه باش يعاونني في الحل. وهنا جبت الحبة دهنت الاولى دهنت البوطاجي تاعي بالزيت غايه هكا شربته الزيت. ومن بعد حليت الحبة في وجهها بالزيت ومن بعد قلبتها على وجهها وبديت نحل. طريقة الحل مهمة جدا في الرقاق، لازم تحلي على الاطراف تاعه ومع الحواشي مشي في الوسط كما راكي تشوفي في الصورة. انا ما نتوشيش كاع على الوسط، نخلي داك الوسط باش مين ننشع كما راكي تشوفي ننشع كما هكا داك الوسط ننشعه هكا. لا كنتي لا حليتي الوسطاني وجيت تنشع غادي يقطع لك. ومن بعد نرفده ونحطه حتى كذلك نحط الطاجين نحطه ثاني غير بشويه على الحواف. ومن بعد ننشع وبعد نحطها كما راكي تشوفي. وهنا تاني حبه معكم تاني كما راكم تشوفوا. الاولى دهنت الوجه تاع الحبه تاع الرقاق ومن بعد قلبتها على وجهها وبديت ندير في الزيت مع الحواف كما راكي تشوفي غير بشويه. ولازم تاني ما تتركيش على العجينه غير هكا حبه حبه عليها كما راكم تشوفوا الطريقه كيفاه تدخلي يدك غير بشويه ترفدي العجينه ومن بعد تدخلي يدك تحت اليد الاولى ومن بعد تفرشي يديك وترفديها كما نقولكم. والطريقه هنايا راهي تعبر عن نفسها، الفيديو راهو يحكي على روحه. هنايا بعد ما قلعتها شوفوا كيفاه تجي. وهنايا السر تاع السميد المتوسط، انا على درت السميد المتوسط غادي ما يخليش الرقاق يتكسل بزاف. غادي من تجي تاكليه تحسي هكا تحسيه خفيف ماهوش معجن ولا يتعجن لك هكا في المرق. هذه هي السر تاع السميد المتوسط. انا عجبني سر الرقاق تاع السميد المتوسط درتها لكم كما قلت لكم. شوفي كيفاه انا رفدتها بعد دخلت يدي تحت اليد الاولى ومن بعد انشعتها
ان شاء الله تكون الطريقه راهي واضحه والشرح راه مبسط ليكم. ونقولك حبيبتي اذا كنتي وصلتي لهنايا ما تنسينيش بالضغط على الجيم والاشتراك في القناه حبيبتي، باش هكا يوصلك كل جديد من قناتي وتدعميني باش نواصل في نشر تقاليدنا وطبخنا، مساعدتي ايضا في ذلك. شكرا لك حبيبتي. وهذا هو الرقاق التاعي بعد ما طبقته، وكل طاجين درت فيه 10 حبات وطبقته. هنايا نروحوا للمرق تاع الدجاج، مرق الرقاق. درت هنايا الزيت ودرت الدجاج وخليتهم يتقلاو، ومن بعد جبت الخضار تاعي كما راكم تشوفوا، حبه تاع بصل، زوج حبات تاع طماطيس، زوج حبات تاع بطاطا، 3 حبات تاع كاروطه، زوج حبات تاع الكورجيت. هادو هما الخضار اللي نديرهم انايا في المرق تاع الرقاق، ويجي بنين بالبزاف. هنايا البصل تقطعيه عشوائيا، مهم تقطعيه. ايوه، من بعد هنا من قليت الدجاج جبت البصل تاعي زدته فوقه وخليتهم يتقلاو تاني، ودرت معاهم عود تاع قرفه كما راكم تشوفوا، وزدت تاني مغرف صغيره تاع الملح، والملح يبقى اختياري حسب الرغبه طبعا. وهنايا قليتهم وخليتهم يتقلاو، رحت قطعت الخضره نتاعي. ومن بعد من تقلاو شويه البصل زدت عليه الخضره تاني قليتها غايه، وسر البنه كاع راهو في القليان. هنا من تقلات الخضره مليح درت هنا فلفل حمراء، درت زنجبيل، درت كركم، درت فلفل اسود. ومن بعد جبت قليتهم غايه، ومن بعد زدت عليهم زوج حبات تاع دوك الطماطيس، ومن بعد زدت عليهم طاس تاع ماء. هنايا درت لتر ونص تاع ماء على حسب الكيكوطه نتاعي. زيت كذلك ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة. وهنايا الحمص اوبليجي ولازم تديريه الحمص. هنا ما كاش عندي، ما كاش متواجد عندي، وتفكرت اخر دقيقة انه ماهوش للاسف ماهوش متواجد. وهنايا بعد قبل ما نقفلوا على الكيكوطه نخلوها تغلي تاخذ الغليه، ومن بعدها نقفلوها. هنايا درت لتر ونص تاع ماء كما قلت لكم. هنايا درتها طيب. وهنايا بعد ما طابت جيت قلعت لها طابت جبت اللحم، عفوا الهضره كاع راهي تهرب لي، عفوا منكم. هنايا جبت تاني الكابويا، درتها تاني طيب في المرق، درتها مع التالي كما راكم عارفين. الكابويا ما ترفتش الطياب بزاف، هنايا قفلت عليها 10 دقائق ولا ربع ساعه وطفيت عليها. وهنايا في مقلاة جبت ملعقة تاع زبدة أو دهان، ذوبتها، ومن بعدها حطيت عليها الكويس تاع الدجاج نتاعي قليته، غير عطيته تحميرة فقط باش نديكورو بيه كما راكم عارفين، كما راكم تشوفوا أيضا حبيباتي. هنايا جبت الطبق التقديم تاعي، حطيت فيه الركاك. كاين اللي يقول الركاك بالمناسبه كيفاه تسموه نتوما في الولايات تاعكم؟ كل وحده تقول لي في الكومونتير كيفاه يسموه في الولايات تاعهم. حنا نقولها الركاك، ونسمعها هاك وهاك يقولوا لها الفطير ولا شخشوخه، الله اعلم. المهم حنا نقولوا له الركاك. وهنايا كما راكم تشوفوا ستفتني داك الدجاج، وهنا طابت الكابويا نتاعي. جبت الخضره ستفتها تاني، درتها زينت بها الطبق. وتاني الخضره هنايا في الخضره كاع في الرقاق يعجبني الكورجات ما نبغيهاش كاع، بصح مع الرقاق نحسها بنه خياليه. وهنايا هذا هو التزيين اللي زينته به الركاك. وحباباتي واخواتاتي، اذا وصلتي هنا نقول لكم شكرا على حسن المتابعه، وان شاء الله يا ربي كل وحده دعمت قناتي ودارت لي جيم، ربي يعطيك ما كي متمنيه حبيبتي. ربي تكوني ناجحه في الدنيا والاخره ان شاء الله، ويطولكم في عمراتكم ويرزقكم من ابوابه الواسعه ان شاء الله. ونقول لكم شكرا، والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامة. من الناجحين في الدنيا والآخرة إن شاء الله.